دايما كنا بنسلق البنجر او الشمندر غلط. شفت شيف على النت بيسلقوا في ربع ساعة. استغربت بصراحة، بس قلت اجربها وفعلا النتيجة كانت مبهرة. حطيت طبعا بعد ما غسلت البنجر كويس وحطيته في مية وحطيته على النار وسبته بعد الغليان يغلي ربع ساعة. زي ما انتوا شايفين كده، ربع ساعة تغليه على النار، وبعد كده تطفي عليه وتغطيه وتسيبيه ربع ساعة كمان. الربع ساعة اللي بيتغطى فيها بعد ما تطفي عليه هو بيبدأ يسوي نفسه زي الكوسة كده. بتسوي نفسها مجرد غلوتين بس وتطفي عليها وهي بتبدأ تسوي نفسها. الشمندر او البنجر، شمندر زي ما بيقول عليه اخواتنا في الشام، فعشان كده انا بقول عليه شمندر. هو احنا في مصر بنقول عليه بنجر. استوى زي ما انتوا شايفين بعد ربع ساعة طلعته وهو بيبان لما بيتقشر. شايفين استوى بشكل كامل. كنا بنقعد بالساعات نسوي فيه وفي الاخر برضو ما بيستواش. فالطريقة دي جميلة جدا، جربوها. وطبعا انا بقى هقول لكم ازاي بعمل البنجر. سلطة البنجر من الحاجات الجميلة اللي انا بحبها شخصيا وكتير قوي بيحبها. طبعا بيتقشر بكل سهولة زي ما انتوا شايفين، وانا بحب اقشر البنجر بايدي من غير اي جوانتي. بحب احني ايدي بالبنجر سواء بقشره او بقطعه. قولولي في التعليقات، بتحبوا تقشروا البنجر بايديكوا وتحنوا ايديكوا بقشر بنجر وانتوا بتقشروه وبتقطعوه، ولا بتحبوا تلبسوا جوانتي؟ انا بحب دايما اعمل كل حاجة بايدي واغسل ايدي 100 مرة وانا بشتغل في المطبخ. شايفين تحنية الايد كده بتديكي متعة حلوة وانتي بتقشري اي حاجة، سواء بنجر او بتعملي حتى كمان بتفرطي رمان. بقطع البنجر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحب اقطعه مكعبات كده يبقى فيه قرشة بسيطة، وكمان بحط بقى ايه فصين توم مهروسين وعصير ليمونتين. كمان بحط حبة خل بسيطة وشبت وبقدونس وكزبرة بقطعهم كده، وبصلاية صغيرة جوانح، وبهاراتي اللي بحب احطها مع اي حاجة فيها سمك، سواء في السمك او في سلطة البنجر او في سلطة الطحينة. وهي عبارة عن ملح وكزبرة ناشفة وكمون وفلفل اسود وشطة. التكة اللي بحطها معاهم قشر ليمون ناشف بطحنه معاهم. بتبقى جميلة جدا. بشيلها وبحطها على اي حاجة فيها سمك. ممكن تحطيها على السمك، ممكن تحطيها على السلطات. بحط كمان فلفل احمر شطة على سلطة البنجر وزيت وشوية زيت كده زيتون، وكده بتكون جاهزة. بتبقى جميلة جدا جنب اي مشاوي او اسماك. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وقولولي في التعليقات بتعملوا سلطة البنجر ازاي. بحب اعرف طرق كتيرة عشان اجربها. انتوا عارفين ان انا بحب اجرب كل حاجة، وكمان بقولها لكم عشان نتعلم من بعض. اتمنى كل اللي بنزله يكون بيعجبكم. وكانت معاكم مها القناوي. مع السلامة.